الإسهاب في الوصف يا إما بيخلي روايتك تحفة، يا إما بيخليها مملة بشكل بشع. طيب خلينا أقولك كمحررة، لما بيجي في إيدي رواية بيكون فيها إسهاب في الوصف بتصرف إزاي. أولا خلينا نوضح أساسا يعني إيه إسهاب في الوصف. الإسهاب معناه إن أنا بدل ما أقول حاجة في كلمة أنا بقولها في 10. فمثلا لو أنا دلوقتي بتكلم عن الشباك أنا ممكن أقول شباك، صح؟ وممكن أقول إن كان في إطار خشبي عليه نقوش عاملة شبه الورد والطيور، محاوطة إزاز معشق. الإزاز ده ملون فالضوء بيدخل من الناحية الأولانية عادي، والناحية التانية بيتكسر فبيدي نفس شكل الإزاز، بس بيكون مفروض بطول الطرقة كلها. بيكون على شكل مزهرية فيها 3 وردات، أزرق أبيض وأحمر. بيكون شكلها في منتهى الجمال خاصة وقت غروب. اختصار كل اللي أنا قلته شباك. أوكي طيب، لما أنا بلاقي حاجة شبه كده بقى في رواية بنعمل إيه؟ أولا بيكون على حسب. لو انا معايا رواية جريمة مثلا والاسهاب الكاتب حاطط الاسهاب وبيوصف وصف يعني بالتفاصيل الممل في 3-4 صفحات، بس بيوصف لي مسرح الجريمة، هنا هبدأ اشوف هل الموضوع ده يفرق في الرواية. اه، مسرح الجريمة ده هو اصلا يعني الحاجة الجوهرية في الرواية كلها، لان بعد كده المحقق او ان كان بقى اسمه على حسب الدولة والمكان يعني وقتها، هو هيستخدم مسرح الجريمة ده عشان يلاقي منه القاتل. فبالتالي أنا محتاجة كل التفاصيل دي مهما كانت مملة. ولكن لو أنا لقيت إن هو مثلا وسط ال3-4 صفحات دول الكاتب شارح لي أو مسف الوصف بتاع الشباك، أنا أكيد أول حاجة هتيجي في دماغي إن أكيد الشباك ده فيه حاجة مهمة قوي، صح؟ ده ممكن يكون فيه أصلا حل اللغز كله. ما هو أصل هو كاتب بدل ما يقول شباك وصفه في 5 سطور، فأكيد في حاجة مهمة في الموضوع. المهم خلصت الرواية واكتشفت ان الشباك ده ملهوش اي 30 لازمة، وان اساسا ده دي حقيقي في حتة تانية خالص، والشباك اصلا متذكرش تاني. طيب هقوم انا وانا براجع الرواية تاني راجع الجزء بتاع الشباك ده، وهقوم مختصرة ان هو شباك ازازه محشى بس. ليه؟ لان هو فعليا الوصف هنا ملهوش لازمة، مش هحتاجه في حاجة، بالعكس ده هو اصلا فصلان وسط ال3-4 صفحات اللي احنا بنوصف فيها مسرح الجريمة. يبقى انا اول حاجة بعملها ان انا بقيم هل الوصف ده ليه لازمة ولا لا. والله لو ليه لازمة وفعلا بيفرق معايا في حاجة يبقى انا هخليه وهسيبه ومش هغير فيه حاجة. لو لقيت ان هو ما بيضيفش حاجة للرواية، او ان الوصف ده انا مش هستفيد بالاسهاب فيه في حاجة، يعني ما تقولي شباك وخلاص طالما هو مش هيفرق معايا في حاجة قولي شباك، يبقى انا وقتها يشيل يسيب يختصر. طيب يبقى اول حاجة قيمته. ماذا لو بقى ان انا لقيت ان هو يعني انا مش عايزه اشيله كله، انا عايزه اقول ان هو فعلا في شباك بس عايزه اختصر بقى 5 فصول دول، اعمل وقتها ايه؟ هقولك. انا عاده في التحرير بيكون يا اما الكاتب مديني برمجة ان انا اغير دايركتلي في الروايه بتاعته، فاقوم لو حاجه شبه كده اختصرها انا شباك ازاز المعشق، يا اما ان هو بيقول مثلا مش عايز حد يغير في الروايه بتاعته ذات نفسها، فوقتها بلجأ لحاجه تانية ان انا بحط هايلايت اسود على الجمل اللي ممكن تتشال، بحيث ان هو لما يراجع ويقراها من غيرها لو هو شايف ان هو تمام ممكن اشيل الجمل دي يشيلها، مش حابب براحته. فانا بديه اوبشن ان دول ممكن يتشالوا. انا عايزاك تعملي نفس الحاجه بقى. انت رجعت دلوقتي على الفقره ولقيت ان هي فيها اسهاب وانت مش عايزه الاسهاب ده، او حاسه ان هو ملوش لازمه او مش ده مكانه او ايا كان. لو انت بتكتبي في ورق فانت بتكتبي بالجاف وبتشخبطي بالرصاص وبتقري الفقره تاني، لو لقيتي ان هي ماشيه تمام من غير الجمل دي يبقى الجمل دي ملهاش لازمه. لو انت على الكمبيوتر هتعملي نفس الحاجه، هتجيبي هايلايت اسود بحيث ان هو يلغي الجمل، انا مش عايزاكي تكوني اصلا شايفاها، هتحطيها على الجمل اللي انت شايفه ان هي ممكن تتشال وتبداي تعيدي الفقره تاني. لو لقيتي ان هي ماشيه واحنا اختصرنا الموضوع بدل ما هو فقره كامله من 6-7 سطور بقوا 6-7 كلمات، يبقى انت كده ماشيه تمام. كده انت حليتي موضوع الاسهاب. بتقيمي بعد كده بتشوفي هل انت هتحذفي تمام ولا انت هتشيلي حاجات وتسيبي حاجات. احكي لي بقى عزيزي الكاتب، لو انت ليك في الفانتازيا والتنانين وقريت روايتي لهيب التنانين الموجودة في دار نجمة القراء بالمناسبة، هل أنا ككاتبة بأسهب في الوصف ولا لأ؟